السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نجمع مع بعض يونت 2. ربنا كده يرزقنا وإياكم التوفيق. نقول بسم الله. أول سؤال بيقول لي the number of hours of 11 students spent using the internet weekly is as follow. ومديني شوية داتا وبيقول لي which of the following stem and leaf bullet represent this data. يعني بيقول لك مين في الستام والليف دول represent الداتا اللي قدامك دي. أنا همسك الداتا دي أرتبها الأول. فأنا عندي أقل حاجة عندي 14. بعد كده عندنا 18. بعد كده عندنا 20. بعد كده 21. بعد كده 27. بعد كده 31 مرتين. بعد كده 35. بعد كده 40 مرتين. وفي الآخر 44. بعد ما ترتب اتأكد إن هما 11. 1 عشان ما كنتش بس نسيت حاجة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب تعالى بقى نشوف مين فيهم. همسك أول تشويس كده 14. 14 لا، ما عنديش اصلا 14 مش متكرره مرتين. طب 14 18 ماشي. بعد كده 20 21 27 اوكي. 31 مرتين. 35 40 مرتين ودي 44. واتاكد من الكي اللي تحت ان هو ريبريزنت ارقام هون نمبر مش ديسمال يعني. يبقى هي تشويس رقم بي. السؤال اللي بعديه مديني بوكس بلوت و بيقول اسف مديني ستام وليف وعايز يقول لي مين فيهم في البوكس بلوت. انت عشان تحدد مين بوكس بلوت من دول ريبريزنت الداتا دي اكنك بتحل اليونت كلها. يعني ايه؟ يعني حضرتك في الاول هتحدد مينيمم وماكسيمم. الداتا اللي قدامك في الستيم والليف هي 0 1 يعني 1. كده 2 3 4 5 7 9. بعد كده 10 11. بعد كده 14 15. بعد كده 16 21 22 23. اقل حاجه 1 واكبر حاجه 23. اقل حاجه 1 و23 للاسف موجوده في الاربعه بوكس بلوت. فتروح تجيب الان بتاعتهم عددهم كام. عد معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى الان هنا ب 15. فتروح تجيب اوردر كيو 2 اسف اوردر كيو 1. 1 اوفر 4 ان بلس 1 فيطلع ب 4. يبقى على طول ادي 1 2 3 4 ادي الكيو 1. الكيو 1 هنا ب 4. الكيو 1 هنا ب 4. هنا لا. هنا يبقى انا كده تشويس دي ده طلع بره خلاص. نجيب اوردر كيو 2. 2 اوفر 4 15 بلس 1 هيطلع مع حضرتك 8. كمل 5 6 7 8. يبقى ده هو الكيو 2. الكيو 2 هنا ب 10. هنا لا. هنا يبقى انا عندي بي برضو خرج. نروح نجيب اوردر كيو 3. 3 اوفر 4 15 بلس 1 هيطلع معاك 12. كمل 9 10 11 12 اهي كيو 3. كيو 3 ب 16 مظبوطه دي طبعا ما تنفعش. يبقى هي تشويس رقم ايه. عشان كده بقول لك اكنك بتحل يونت 2 كلها. نمبر 3 مديني داتا والداتا دي represent marks of احمد and منى get in a weekly math test where in التست out of 50. دي درجات احمد ومنى في امتحان الماث. بيقول لك which of the following statement is correct. منى منا's mark are more divergent than احمد mark. الديسبرجن انا بقيسه ازاي؟ قال لي بالرانك. يعني ايه؟ يعني امسك درجات احمد هات لي اقل درجه فيهم. اقل درجه فيهم 31. طب اعلى درجه فيهم 50. هيبقى رانك احمد 50 minus 31 هتطلع 17. امسك منى. اقل درجه عند منى 23. اكبر درجه عند منى 48. يبقى امسك رانك منى
هيبقى 48 minus 23 هيطلع لحضرتك ده كام؟ 25. هنا رانك احمد، اسف، رانك منى اكبر من رانك، المفروض بقى يبقى منى اكتر من احمد. بدل منى اكتر من احمد يعني منا's مارك ار مور دايفرجنت ذان احمد، يبقى دي ستيتمنت صح. لان الديسبرجن بقيسه بالرانك، اللي عنده رانك اسف، بقيسه بالرينج بتاع اللي عنده رينج اكبر هو ده اللي مور دايفرجنت. السؤال اللي بعده مديني ستام وليف، عايز الرينج ماينس المود. الرينج لسه قايلين من شويه هو اكبر فاليو ماينس اصغر فاليو. اكبر فاليو 29، اصغر فاليو 9، فيطلع الرينج 20. المود ده موست ريبيتد فاليو، اكتر فاليو بتتكرر. انا ما عنديش غير فاليو واحده بس هي بتتكرر، اللي هي كام؟ اللي هي 12. فلما نعمل 20 ماينس 12 هتطلع لسيادتك ب 8، يعني التشويس رقم A. نمبر 5. The following stem and leaf represent the mark of 11 students considering that the final score is 30. الفاينل سكور ده مش لازمه اصلا دلوقتي. الرينج of this data is 19، عايز الام. الرينج هو قال كده ان الرينج 19. طب الرينج ده عباره عن ايه؟ اكبر فاليو اللي هي 30 ماينس اصغر فاليو اللي هي ام دي. انا ما اعرفش يعني ايه ام، فهسميها اكس مثلا. وبالتالي لما هنعمل دي على الشيفت سولف هيطلع ان الاكس دي ايكوالز 11. طب ال 11 دي عشان احطها في الستيم والليف المفروض احط هنا 1 وهنا 1، صح؟ وبالتالي الام ايكوالز كام؟ 1. 6 بيقول لي the following shape represent the distribution of students mark in an exam. جميل. Then the percentage of students who's obtained more than 65. ركز. انا في الستيم والليف انا عارف ان دي المينيمم فاليو ودي الماكسيمم فاليو، ده الكيو 1 ده الكيو 2 ده الكيو 3. اللي جابوا اكتر من 65 يعني الحبه اللي هنا، يعني الحبه اللي بعد او الشويه اللي كانوا بعد الكيو 3. طب انا عندي معلومه اصلا في الكونسبت نفسه بتاعت الكوارتايل بتقول ايه؟ لما جاي اعرف الكيو 3 قال هي عباره عن فاليو اسمى الفاليوز كلها ليه؟ للي قبليها تبقى 75% من التوتال واللي بعديها 25% من التوتال. هقول بشكل تاني، انت في الاول الداتا كلها اعتبرناها ان هي 100%. لما حطينا فيها الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بقت اسمى ال 100% دي لكل واحده 25%. وبالتالي شويه الارقام اللي بعد الكيو 3 هم عباره عن 25% منين؟ من التوتال. يعني التشويس رقم دي، لان هو عايز وobtained اكتر من 65 اللي بعد ال 65، يبقى هي 25%. لكن لو قال less than 65 less than 65 كنت قلت له 75% اللي هم برضو دول. نمبر 7 بيقول لي the following box plot illustrate the distribution of scores for a group of students in exam. عايز السكند كوارتايل. طب ركز، ده المينيموم ده الماكسيموم ده الكيو 1 ده الكيو 3 ده الكيو 2. محتاجين بقى نعرف هو الكيو 2 ده فين بالظبط. لو عملنا زوم ان كده هتلاقي ان دي 20 ودي 30. كام شرطه ما بينهم؟ 10. فانت هتعد عادي خالص زي اولى ابتدائي 21 22 23 24 25 26. يبقى الكيو 2 هو بالنسبه لك 20 26. خلصت. نمبر 8 The given data represent the marks of 10 students. دول 10 students. عايز الابر كوارتايل. الابر كوارتايل اللي هي الكيو 3. طب تعالى نكتب الداتا الاول. هم هو النمبرز، يعني 12 13 20 22 22 24 25 28 31 33. عدهم. هنعد يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى ال n equal 10. الاوردر اوف كيو 3 هيبقى 3 over 4
n plus 1. لما تحسب دي 3 over 4 times 10 plus 1 فتطلع معاك ب 8.25، يعني ما بين ال 8 وال 9. عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى هو هنا ما بين ال 28 وال 31. طب بيتحسب ازاي؟ هاخد الفاليو ب 4 بلس اعمل 2 براكت بينهم تايمز الفاليو افتر ماينس الفاليو ب 4، الاوردر بتاعي ماينس الاوردر اللي قبل، يبقى هكتب 28 بلس وافتح براكت 31 ماينس 28 تايمز براكت تاني 8.25 ماينس 8، فيطلع ب 28.75. 28.75 يعني تشويس رقم B. نمبر 9 بيقول لي from the opposite diagram if the second quartile is 2.3 عايز الكي. طب تعالى نطلع الداتا الاول. وانت بتطلع الداتا بص على الكي ده ديسمال، يعني 0.1 دي بالنسبه لك هي 0.1 0.3 0.5 1.2 1.4. بعد كده 2.k دي انا هسميها x، وكده 2.7 2.8. بعد كده عندنا 3.2 و 3.5 و 3.6. عد دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني ال n equal 11. يبقى الاوردر of Q2 هيبقى 2 over 4 11 plus 1 هيطلع ب 6. لما نعد يبقى 1 2 3 4 5 6، يبقى هو ده الكيو 2 اللي هو قال عليه كام؟ 2.3. طب 2.3 دي لما اجي اكتبها هنا في الستيم والليف المفروض بره 2 وجوه كام؟ 3، يبقى الكي هنا equals 3. اللي بعده نمبر 10 بيقول لي if the data represented in the stem and leaf bullet represent the ages of 10 students، يعني هم عددهم 10. عايز اللور كوارتايل minus third كوارتايل. حاضر. هنا اكتب الداتا الاول هي 13 14 20 21 مرتين، بعد كده 24 25 25 برضو، بعد كده 33، بعد كده 34. حلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي يبقى n equal 10. هو اصلا قايل فوق، انا قلت بس اتاكد يعني. نجيب اللور كوارتايل الاوردر اوف كيو 1، يعني 1 over 4 10 plus 1، ادي 1 over 4 times 10 plus 1 هيطلع ب 2.75. بالمره اوردر كيو 2، اسف كيو 3 عشان عايز الثيرد كوارتايل، هيبقى 3 over 4 10 plus 1. اغير بس دي واحط 3 over 4 هتطلع ب 8.25. يلا يا باشا 2.75 يعني 1 2 3 هي هنا ما بين ال 2 وال 3 الكيو 1، يعني 14 plus 20 minus 14 ودي 2.75 minus 2. نحسب 14 plus 20 minus 14 وعندي 2.75 minus 2 هتطلع كام؟ 18.5. الكيو 3 ما بين ال 8 وال 9. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهنا، يعني 25 بلس هيبقى 33 minus 25 ودي 8.25 minus 8. 25 plus 33 minus 25 ودي 8.25 minus 8 هيطلع 27. لما اجي اعمل ماينس هو بيقول ان اللور كوارتايل الاول، اللور كوارتايل اللي هو 18.25 اسف 18.5 ماينس الثيرد كوارتايل 27، يبقى 18.5 ماينس 27 هتطلع بنيجاتيف 8.5. نيجاتيف 8.5 اللي هي ايه؟
11. عايز Q1 minus Q2 plus Q3، يبقى لازم نشتغل. اولا دي هول نمبرز، يعني هنا هتكون 50 59 61 65 67 68 مرتين، و 69 و 83 مرتين، و 85 و 87 و 90 و 91 و 95. دول كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. يبقى ال n equal 15. order Q1 1 over 4 15 plus 1 هيطلع معاك 4. order Q2 هيبقى 2 over 4 15 plus 1 يبقى 8. order Q3 3 over 4 15 plus 1 هيطلع 12. عدي معايا 1 2 3 4 ادي Q1، 5 6 7 8 ادي Q2، 9 10 11 12 ادي Q3. يبقى Q1 minus Q2 plus Q3، يعني 65 minus 69 plus 87 هتطلع معاك ب 83. 83 اللي هي B. بيقول Q1 و Q2 و Q3 are 3 quartile of the values كذا، عايز Q1 plus Q2 plus Q3. طب يلا رتب الأول، الفاليوز لازم ترتب. هيبقى 1 4 5 1 4 5، بعديها 9 10 11 9 10 11، بعد كده 14 15 14 15 18 و 22. عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى ال n equal 10. يبقى order Q1 1 over 4 10 plus 1. order Q2 هيبقى 2 over 4 10 plus 1. order Q3 3 over 4 n plus 1. يلا 1 over 4 times 10 plus 1 هيبقى 2.75. بعد كده 2 over 4 هيبقى 5.5. طب 3 over 4 هيبقى 8.7 آسف 25. ماشي، نروح بقى نجيب كل واحد فيهم. 2.75 يعني ما بين 2 و 3، ادي 1 2 3 يعني هنا ده الكيو 1. هقول 4 بلس 5 ماينس 4 وادي 2.75 ماينس 2. كيو 2 ما بين ال 5 وال 6، ادي 4 5 6 هنا، يبقى 10 بلس 11 ماينس 10 وادي 5.5 ماينس 5. الكيو 3 ما بين ال 8 وال 9، طيب دي 6 7 8 9 يعني هنا، يعني 15 بلس 18 ماينس 15، وهنا هتبقى 8.25 ماينس 8. نحسب 4 بلس 5 ماينس 4 تايمز 2.75 ماينس 2 هتطلع 4.75. بعد كده عندنا 10 بلس 11 ماينس 10 و 5.5 ماينس 5 هتبقى 10.5. اللي بعده 15 بلس 18 ماينس 15 تايمز 8.25 ماينس 8 هتطلع 15.75. هو عايز ايه بقى؟ عايز Q1 بلس Q2 بلس Q3، يعني 4.75 10.5 15.75 هيطلع ب 31، يعني C.
رقم 13 بيقول لي if the order of third quartile of a set of data 18 الاوردر Q3 هي 18 يبقى الاوردر of the first quartile قد ايه؟ طبعا ما اعرفش، لكن ممكن اعمل كوبري. يعني ايه؟ انا عارف ان اوردر Q3 بيتجاب كده 3 over 4 n plus 1. اقوم كاتبها على الشيفت سولف، اقوم كاتب 3 over 4 times x plus 1 equal 18. حل. هيطلع ال n ب 23. اقوم قايل له بقى يبقى اوردر Q1 1 over 4 23 plus 1 هيطلع لحضرتك ب 6 اهي. يبقى من الجيفن رحت جبت ال n، ومن ال n جبت اوردر Q1. 14 مديني ستام وليف ل 12 ستودنتس. قال لي ورسمت لك كمان البوكس بلوت، عايز A بلس B بلس C. فانت لما تيجي تبص على البوكس بلوت مين A ومين B ومين C؟ ال A هي Q1 و Q2 و Q3. طيب اشتغل عادي. اولا باين جدا من البوكس بلوت ده اصلا هول نمبر مش ديسيمال، يعني 27 مرتين 29، بعد كده 31 32 35 38 40 43 44 47 49. يبقى ال n ايكوال كام؟ 12. هو قال ان هم 12. اروح اجيب اوردر Q1 1 over 4 12 plus 1 1 over 4 times 12 plus 1 هتطلع 3.25. اوردر Q2 2 over 4 12 plus 1 واوردر Q3 3 over 4 12 plus 1. يعني هنا هنخليها 2 مرة فيطلع 6.5 ونخليها 3 مرة تطلع 9.75. نحسب ال Q1 3.25 ما بين ال 3 وال 4 1 2 3 4 يعني هنا، يعني 29 plus 31 minus 29 3.25 minus 3. 29 plus 31 minus 29 times 3.25 minus 3 هتطلع ب 29.5. هنا 1 2 3 4 5 6 7 هنا ال Q2 يعني 35 plus 38 minus 35 ودي 6.5 minus 6. نقول 35 plus 38 minus 35 و 6.5 minus 6 تطلع ب 36.5. بعد كده 8 9 10 هنا Q3 يعني 43 44 minus 43 وادي 9.75 minus 10 يبقى 43 plus 44 minus 43 و 9.75 minus 10 آسف minus 9 سوري minus 9 هتطلع ب 43.75. اعمل بقى التلاتة بلس بعض، اعمل دول التلاتة دول بلس بعض هيبقى 29.5 plus 36.5 plus 43.75. هيطلع الصم بتاعهم ب 109.75. يبقى 109.75. نمبر 15 مديني بوكس بلوت وبيقول لي سيادتك each of the following is correct، كلهم صح ما عدا ايه؟ اول حاجه الرينج اوف داتا 15 اكبر فاليو ماينس اصغر فاليو 27 ماينس 12 تطلع 15، دي صح. الكيو 1
اهو، وده الكيو 2 وده الكيو 3. الكيو 2 ساعات بيسموه ميديان، يعني الميديان هنا 18 صح، لكن الكيو 1 هنا 14 هو كاتبها 24، يبقى دي الغلط. شكرا. اللي بعده the semi interquartile range for the following data. عايز السيمي interquartile range. حاضر، بيديك داتا، رتب. اصغر فاليو عندك 12، ادي 12، بعد كده 13، بعد كده عندنا 20، ايه ده 22 22 24 25 25 31 33، كتر خيره مدياني مترتبين اصلا. طب خلاص نجيب بس احنا الان، عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوردر Q1 1 over 4 10 plus 1، ادي 1 over 4 times 10 plus 1 هيطلع 2.75. اوردر Q3 3 over 4 10 plus 1. حاضر، فوق اهو 3 over 4 هيطلع معاك ب 8.25. نجيب ال Q1، نعد 1 2 3 هنا، ده ال Q1 يعني 13 plus 20 minus 13 و 2.75 minus 2. بعد كده 4 5 6 7 8 9 هنا ال Q3 يعني 25 plus 31 minus 25 ودي 8.25 minus 8. 13 plus 20 minus 13 و 2.75 minus 2 هيطلع 18.25. 25 plus 31 minus 25 و 8.25 minus 8 هيطلع 26.5. السيمي انتر كوارتايل رينج كان بيجاب ازاي؟ هقول والله هي Q3 minus Q1 over 2 يعني 26.5 minus 18.25 over 2. حاضر، 26.5 minus 18.25 over 2 هتطلع ب 4.125. 4.125 يعني تشويس رقم A. نمبر 17 مديني بوكس بلوت وعايز السيمي انتر كوارتال رينج. دي اسهل بكتير لان الكيو 3 اهي والكيو 1 اهي، يبقى اقول له كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2 هيطلع ب 5. شكرا. 18 برضه مديني بوكس بلوت وعايز السيمي انتر كوارتال رينج، بس خد بالك بقى الكيو 3 اهي ب 24، الكيو 1 بقى هنا كام؟ زوم وركز. ده 14 ده 15، دي في النص. مين اللي في النص ما بين ال 14 وال 16؟ هتقول لي 15، اقول لك شكرا. ارجع، يبقى انت عندك كيو 3 ب 24، الكيو 1 ب 15 اوفر 2 يعني هنا هتطلع معاك ب 4.5. شكرا. اهي 24 minus 15 divided 2 4.5. 19 برضو مديني بوكس بلوت وعايز السيمي انتركوارتايل رينج بلس الميدل كوارتايل. بالراحه، ادي الكيو 1 وادي الكيو 2 وادي الكيو 3. السيمي الاول هي كيو 3 في النص ما بين ال 75 وال 85. عشان تجيب دايما حاجه في النص ركز، هو بيمشي كل 10، فنص ال 10 تبقى 5، يعني لو زودنا 5 هنا تبقى دي كام؟ 80. يبقى 80 ماينس الكيو 1 45 على 2 اهو 80 ماينس 45 اوفر 2 هيطلع 17.5.
يبقى ال 17.5 ده السيمي انتر كوارتايل. الميدل كوارتايل اللي هو الكيو 2 55 هيطلع مع حضرتك 6 هيبقى 72.5 اهي. برضه مديني بوكس بلوت وبيقول ان السيمي انتر كوارتايل رينج يعني كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2 ايكوال 2. طب ما بالراحه كده، بص في الرسمه الاول. هو مديك ان الاي بلس البي يعني الكيو 1 بلس الكيو 3 ب 20. طب ما انت من هنا لو رفعت دي فوق بالتايمز هتلاقي ان الكيو 3 ماينس كيو 1 ايكوال كام؟ 4. كده انت معاك 2 ايكويجن، صح؟ صح. ممكن نروح نحطهم على الكالكليتر بس بشرط، وده شرط مهم جدا تاخد بالك منه، ان لازم يبقى الاثنين نفس الترتيب. يعني ما ينفعش تحط لي هنا كيو 1 في الاول وهنا كيو 3 في الاول، ما ينفعش. هم هظبطهم ازاي؟ بص سيبك من دي خالص، يعني دي سيبها زي ما هي. هات الثانيه خليها كيو 3 بلس كيو 1 ايكوال 20. وهات الكالكليتر قول لي كده مود 51 مود 51. هاتها بس الناحيه الثانيه. هتقول لي 1 ونيجاتيف 1 و4. 1 ونيجاتيف 1 و4. الثانيه 1 و1 و20. 1 سوري 1 و1 و20. اللي هيطلع الاول ده الكيو 3 والثانيه هي الكيو 1. اشمعنى؟ على حسب الترتيب. انت حاطط كيو 3 في الاول في اول الايكويشن، يبقى هي اول فاليو هتطلع معاك. يبقى دلوقتي هو عايز الايه اللي هو الكيو 1، هقول له والله يبقى الكيو 1 ايكوال كام؟ 8. السؤال ده رخم. 21 مديني stem وليف bullet represent the number of working hours of two factories. حلو قوي. عايز الرينج اوف ذا فيرست فاكتوري والرينج اوف سكند اكبر ولا اصغر، يعني بالاخر عايز الرينج والرينج. طب الرينج بيتجاب ازاي؟ اكبر فاليو ماينس اصغر فاليو. ركز في اول مصنع. اصغر فاليو عندك هي هنا ريبريزنت ارقامها هيبقى 35، واكبر فاليو هي 62. يبقى الرينج الاولاني هيبقى 65 اسف 62 ماينس 35. 62 ماينس 35 هيبقى 27. طب المصنع الثاني رينج 2 اصغر فاليو هي 32 واكبر فاليو هي 62. يبقى 62 ماينس 32 هتطلع ب 30. يبقى الرينج بتاع التاني اكبر من الاولاني، يعني تشويس رقم بي. مديني بوكس بلوت برضو illustrate the area of cultivated in 25 village في 2 different years. ماشي، ركز بقى. بيقول ان السيمي انتركوارتال رينج لاول سنه بلس السيمي انتركوارتال رينج لتاني سنه. طب في اول سنه ادي الكيو 1 في النص ما بين ال 20 وال 30، وادي الكيو 3. يبقى السيمي هنا هيبقى 80 ماينس 30 ديفايدد 2 يطلع 25 بلس السنه الثانيه الكيو 1 اهو في النص ما بين ال 40 وال 50 اسف ال 40 وال 60، والكيو 3 ما بين ال 80 وال 100. يعني الكيو 3 ب 90 ودي ب 50، يبقى 90 ماينس 50 اوفر 2 هتطلع ب 20 بلس بعض يبقى 45 اهي. محتاجه تركيز برضه. نيجي بقى للاسcending frequency table. ممكن يطلع جدع وابن حلال ويديهولك جاهز جاهز وهو عامله لك اللي هو الاسcending cumulative frequency. عايز الميديان. طب
احنا بنعمل ايه؟ الميديان ده اللي هو الكيو 2 يعني. هجيب الاول الاوردر، هيبقى 2 اوفر 4 تايمز السمشن بتاع الاف هنا 50، هيطلع 25. ال 25 فين مكانها؟ ال 25 مكانها هنا، ده الكيو 2. فنروح نعمل عد 1 2 3 3 سيركل بالشكل ده، وبعد كده اروح اجيب ال هنا هنا بيزود كل مره كام؟ بيزود 5، يبقى ال هنا ايكوال 5. فنقول ايه؟ هنقول والله يبقى الكيو 2، ركز، هي 37 بلس ال اللي هي 5 تايمز فراكشن محترم. الكيو 2 اللي انت جبته اللي هو 25 ماينس 22 و30 ماينس 22، يعني 37 بلس 5 تايمز 25 minus 22 over 30 minus 22 هتطلع معاك ب 38.875 اهي. فين بقى؟ التشويس رقم بي. مديك نفس ال ascending cumulative frequency جاهز بس بالعرض، انا ماليش دعوه. هو عايز السيمي انتر كوارتال رينج، يعني عايز Q3 minus Q1 على 2. اول حاجه 15 10 25 بيزود 5 يعني ال L equal 5. هروح اجيب اوردر Q1 1 over 4 times السمشن هنا ب 60 يعني 15، واوردر Q3 هيبقى 3 over 4 times 60 يبقى 45. ال 15 مكانها هنا، ده الكيو 1. فاقول والله يبقى الكيو 1 ادي سيركل قبلها، وسيركل بعدها، وال25. حلو. هقول 25 بلس ال بتاعتنا تايمز الكيو 1 اللي احنا جبناه ماينس ال 12 و27 ماينس ال 12 يبقى 25 بلس 5 تايمز 15 ماينس 12 27 ماينس 12 هتطلع ب 26. هنا Q3 الكيو 3 الاوردر بتاعها 45 اهي جاهزه على طول، يبقى 35. هيبقى السيمي انتر كوارتال رينج Q3 ماينس Q1 اوفر 2، يعني 35 ماينس 26 اوفر 2 هتطلع ب 4.5، يعني تشويس رقم ايه. بيديني بقى التيبل نفسه، والمفروض ان انا هشتغله من الاول خالص. هعمل ايه؟ ركز، انا هعمل جدول عادي خالص اهو. هكتب هنا سوري يا جماعه ثانيه واحده معلش. هكتب هنا الابر ليميت، واكتب less than، ودي جمله ثابته مش هغيرها خالص. واخد السيتس دي وازود واحده في الاخر بنفس السيكونس، يعني 4 7 10 13 16 19 بيزود كل مره 3، ها يبقى هنا 22. ادي اخر واحده. هنا الفريكونسي هبدا بزيرو واعمل 0 بلس 4 4 بلس 6 وكده 10 بلس 11 21 بلس 8 29 بلس 5 بعد كده 34 بلس 1 35.
يبقى انا كده فهمت ان ال ايكوال 10. اروح بقى اجيب اوردر Q3 هيبقى 3 اوفر 4 تايمز السم بتاعهم 35، يبقى 3 اوفر 4 تايمز 35 يطلع ب 26.25. ال 26.25 دي مكانها فين؟ مكانها هنا. اقوم عامل سيركل، ودي الثانيه ودي الثالثه، يبقى الكيو 3 13 بلس ال هنا ب 3. ال بكام؟ ب 3 مش ب 10 تايمز. ركز الكيو 3 اللي احنا جبناها اللي هي 26.25 ماينس 21 و 29 ماينس 21، يعني 13 بلس 3 تايمز 26.25 ماينس 21 و 21 9 ماينس 21 هيطلع كفراكشن 479 over 32. 479 over 32 اهي. 26 بقى بيقول from the data كان عندي factory for the working hour in a week 50 workers. ماشي. بيقول the length of the interval is 5. ماشي. ركزوا في السؤال ده. The beginning of the first quartile interval was 32. The corresponding frequency for the first quartile was 10. The cumulative frequency preceding the first quartile interval was 12. عايز ال Q1. طيب أنا في الطبيعي لو أنت رجعت كده للسؤال اللي قبليه، أنا عشان أحسب أي Q محتاج أعمل 3 دوائر كده، دايرتين قبل وواحدة بعد، صح؟ طيب ركز معايا ده. شايف الأبر ليميت ده؟ ده عبارة عن إيه؟ هنا هو قال ال beginning of the first quartile interval was كام؟ 32. يعني هنا هو 32. ماشي. والمفروض هنا في 2 سيركلز كده وبحط انا هنا الكيو 1. هنا الكيو 1 ده ريبريزنت ايه؟ ده الاوردر بتاعها. طب انا بحسبه ازاي؟ 1 اوفر 4 تايمز التوتال نمبر اوف وركر كام؟ 50، يعني 12.5. جميل. قال لك اسمع بقى الكيوميوليتيف فريكوانسي preceding the first quartile was كام؟ 12، يعني هنا في 12. فالمفروض وانا عشان احسب الكيو 1 بقول والله هي 32 بلس اللينث اوف انترفال اهو، اللينث اوف انترفال 5 تايمز المفروض اقول الاوردر بتاع الكيو 1 ماينس اللي قبلها اللي هي 12 اوفر المفروض ده ماينس ده. ده ماينس ده هو عباره عن مين؟ عباره عن الكورسبوندينج فريكونسي، يعني الكورسبوندينج فريكونسي فور ذا فيرست كوارتايل واز كام؟ واز 10. يعني ده ماينس ده، الاثنين دول ماينس بعض ايكوال كام؟ 10. هو اصلا انت دايركت سبستيتيوشن انت بتعوض على طول، بس الفكره كلها انت لازم تبقى فاهم هو مين فين. هي دي بس المشكله. تعالى نحسب ادي 32 بلس 5 تايمز فراكشن، ادي 12.5 ماينس 12 اوفر 10 هيطلع معاك ب 32.25. 32.25 اهي. خد بالك ده سؤال رخم يعني ممكن تشوفه. نيجي بقى للسؤال الاخير. بيقول لك الاوبوزيت فيجر represent ascending cumulative frequency curve. عايز الكيو 3. حلو قوي. طب احنا بقى هنجيب الكيو 3 ازاي؟ لازم في الاول اجيب الاوردر. اوردر كيو 3 السم بتاع الكيموليتيف فريكونسي 100، صح؟ يبقى 3 اوفر 4 تايمز 100 هيطلع ب 75. نيجي بقى هنا في النص عند ال 75 في النص ما بين ال 80 وال 70، يعني تقريبا هنا، واجيب مسطرتي كده وارسم لاين كده اهو. خبطت تقوم عادل المسطره كده وتنزل بيه لحد تحت.
انت نزلت هنا فين؟ ما بين في النص كده تقريبا، ما بين ال 135 و 140، فتروح تختار لي فاليو ما بين 135 و 140. ما فيش ولا واحده غير 138. كده انت جبت الكيو 3. كده انا حاولت الم معاك كل افكار يونت 2 اللي جت في الاسترشاديات بتاعت السنه دي. ربنا كده يرزقك التوفيق. عارف ان في حاجات سهله وفي حاجات رخمه وفي حاجات طويله. ركز وان شاء ربنا يكتب لك التوفيق. نشوفكم ان شاء ربنا على خير. السلام عليكم.